السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قبل ما ابدأ هنشوف دلوقتي اهداف فولهام والارسنال في الاسبوع العشرين من الدوري الانجليزي، وبعد كده نبدأ الحلقة بتاعتنا. على ناصية الحلم والقاتل يا أرسنال، فالدوري ما زال يدق لك. البرازيل يتقدم من اليسار ثم كايدري والعرضية، ويليان على التنفيذ يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء راسية بالينيو. السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة هنعرف نتائج الاسبوع ال11 من الدوري المصري العام. هنشوف كل النتائج ونعرف ترتيب كمان الأندية بعد انتهاء هذه الجولة. خليكم معايا. البنك الأهلي 3، المقاولين العرب 1، طلائع الجيش 1، زد 0، انبي 3، بلدية المحلة 0، الداخلية 0، الاتحاد السكندري 1، المصري 1، الإسماعيلي 1. تم تأجيل 4 لقاءات في هذا الأسبوع: فاركو والأهلي، الأهرام وسموحة، فيوتشر والجونة، سيراميكا كليوباترا والزمالك. ترتيب أندية الدوري المصري بعد انتهاء الأسبوع ال11: الأول زد لعب 10 معاه 19 نقطة، التاني انبي لعب 11 معاه 19 نقطة، التالت اتحاد السكندري لعب 9 معاه 18 نقطة، الرابع بيراميدز لعب 8 معاه 17 نقطة، الخامس طلائع الجيش لعب 11 معاه 17 نقطة، السادس سموحة لعب 10 معاه 16 نقطة، السابع المصري لعب 9 معاه 16 نقطة، الثامن الأهلي لعب 6 معاه 14 نقطة، التاسع سيراميكا كليوباترا لعب 9 معاه 14 نقطة، العاشر الجونة لعب 9 معاه 13 نقطة، 11 فيوتشر لعب 8 معاه 13 نقطة، 12 الزمالك لعب 8 معاه 11 نقطة، 13 بلدية المحلة لعب 10 معاه 10 نقاط، 14 البنك الأهلي لعب 11 معاه 9 نقاط، 15 الإسماعيلي لعب 10 معاه 8 نقاط، 16 المقاولين العرب لعب 10 معاه 7 نقاط، 17 الداخلية لعب 11 معاه 7 نقاط، 18 فاركو لعب 10 معاه 5 نقاط. كنت بس عايز اقول لكم حاجة، الفيديو ده احتمال يبقى اخر فيديو ليا اعمله على القناة دي، لاني مفيش اي تفاعل خالص على الفيديوهات اللي بعملها، ولا لايك ولا على الاشتراكات. الاشتراكات قليلة جدا، ومفيش تعليق حتى، ولا في اي حاجة. مفيش تعليقات خالص بتبقى مفيش حد بيكتب لي تعليق على اي فيديو بعمله. مفيش اعجاب، مفيش اي حاجة. انا عايز اعرف ايه السبب، ولو اني يعني عادي، يعني مفيش مشكلة، بس أنا عشان عندي ظروف وكده، فانا بصراحة من جوايا زعلان اني مش عارف اعمل حاجة لنفسي ولا لاخواتي التعبانين. على العموم مفيش مشكلة، كل الشكر ليكم، ولو في جديد انا هعمله. لو مفيش جديد انا هضطر خلاص كده مش هكمل معاكم تاني في القناة. شكرا لكم.